السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا في احوال وصحه جيده يا رب. وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو اليوم او الوصفه اليوم ان شاء الله هي ربيعه تكون وصفه اسبانيه. هاد الوصفه اللي كيقولوا لها الروز كوليتشي او الروز بالحليب. وهاد المره غتكون باضافه واحد المكون اللي كيزيدو لذه وتعليكه وكيجي رائع ما تشبعوش منه، بمكونات بسيطة وسهل في التحضير ودغيا تحضروه. صدقوني كيجي غزال هذا الراوز بهذه الطريقة. يعني كتحلية يعني كيجي تحلية شباعية، يعني غير تاكلوا غير الزليفة هذيك راه عشاكم. المهم كيما كتشوفوا التعليكة كيف عاملة والسر باش يجيكم الراوز يعني طايب مزيان ورطب. المهم بلا ما نطول عليكم ندوزو الطريقة. بسم الله على بركة الله. خديت هنا واحد الكاسرونه اللي درت فيها واحد 750 مليلتر ديال الماء، اي يطرو اللارب. رشيت واحد رشيشه د الملحه، واحد العويدات ديال القرفه باش ينسموا لنا ديك الروز ديالنا. وهنا غادي ندير 4 معالق كبار السكر، وكيبقى على حسب الذوق، ممكن ديروا كتر او ممكن تقلوا. المهم انا دائما كنقص. الوصفه الاصليه راه فيها 5 معالق السكر. صافي من بعد ما كيغلى الماء كما كتشوفوا كنضيف واحد الرابعه ديال الروز اولا 250 غرام ديال الروز. وخصو يكون ديك الروز المدور، يعني ديك الروز اللي ملي كيطيب كيتعجن. ما ديروش الروز الطويل او الروز الصفار هذاك ما ديروش. صافي كنخليه يطيب على نار متوسطه، ومره مره كنحركو. وغادي ندوز هنا غناخذ واحد نص لتر ديال الحليب، يعني 500 مليلتر، اللي غندير فيه واحد 2 صفار البيض. يعني تقدروا ديروا غير واحد ما كاين حتى مشكل. المهم ديك الصفار البيض هو اللي غيعطينا حتى هو التعليكه ديك الروز ديالنا. صافي غادي نخلطهم مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم. صافي دابا غندوز نشوف الروز من بعد 20 دقيقه راه كان طاب كما كتشوفوا. ملي كيبقى يعني كيشرب ديك الماء وكيتنفخ على هذا الشكل هذا كنحيدوا هذيك العويدات ديال القرفه. بعد ما دازت 20 دقيقه على نار متوسطه ديك الروز كيطيب. دابا غنهبطوا له النار مهيله، يعني نقصوا له العافيه، وغادي نخوي عليه ديك الحليب اللي مخلط بصفار البيض ونحركو مزيان. هنا في هذه المرحله غنستمروا في التحريك، ماشي بحال المره الاولى كنا غير مره كنحركو. اما دابا راه خصنا نحركو، يعني يعني ما نحيدوش يدانا من التحريك باش ما يلصقناش. هنا غادي نضيف عاوتاني 200 مليلتر ديال الكريمه اولا القشده طريه اولا كريمه الخفق. هاد الكريمه كتعطيه حتى هي واحد التعليكه وكتعطيه مذاق حتى هو رائع. المهم اللي ما قدرش يتحصل عليها ما كاين حتى مشكل يعوضها بالحليب. يعني موضع اللي غديروا 500 مليلتر ديال الحليب مع ديك صفار البيضه او 2 بيضات، غادي ديروا 700 مليلتر. الاضافه اللي غنضيفوا هاد المره هي هاد الكراميل اولا دولسي دي ليتشي اللي كيعطيه واحد المذاق رائع طبعا لعشاق الكراميل بحالي. هنايا 150 غرام. بصراحه هذا كنت حضرته انا، دائما عندي محضر، كان هذا هو اللي باقي لي. دابا من الاخر ان شاء الله يا ربي عاوتاني نحضر، راه ما كيوقع له والو. كديروا بحال القريعه ديال الزاج وتخليوه في النبيره ما كيوقع له حتى حاجه. المهم هو ملي كتجبدوه كيكون شويه قاصح، غادي تدفيه واحد شويه اما في حمام مريم اولا في الميكرووندا، وصافي دغيا كيترخف وتستعملوه، يعني ديروا به اللي بغيتو. ان شاء الله نخليكم الوصفه في صندوق الوصف اللي بغات زعما تعدلو في الدار، اولا غادي تاخذوه واجد راه كيتباع في المحلات التجاريه الكبرى، اولا غادي توجدوه بنيستلي او الحليب المحلى المركز حتى هو. يعني كتشريو ديك الويطه وكطيبوها في الكامله ساعه وكتولي على شكل كراميل بحال هكا. المهم دابا هنايا من بعد ما دازت تقريبا 10 دقائق بدا كيشرب لنا ديك الحليب وديك الكريمه. كما كتشوفوا راه كيجي غزال، واحد الريحه طالعه يا سلام. السر باش كيجينا فازك وطايب ومنفخ هو هاد الكميه اللي درنا ديال الماء والحليب. يعني راه يطرو نص، فربعه ديال الروز هي اللي كتخليه لنا يجي طايب ومعلك. صافي من بعد ما دازت ربع ساعة اولا 15 دقيقة ولا على هذا القوام هذا، يعني كيكون باقي شي شوية فيه يعني ماشي قاصح بزاف، مخليوهش حتى يشرب ديك الحليب تماما. المهم نحسو به طاب مزيان، غادي نطفيو عليه وندوزو مباشرة باش نديروه في الكويسات ديال التقديم او زليفات او فين ما بغيتو. صافي كنخليوه حتى كيبرد شويه، يعني في حراره الغرفه، وعاد كنديروه في النبيره يبرد مزيان. كل ما برد كل ما زاد يعني عقاد ولا القوام ديالو شاد فراسو وكريمي كيجي غزال.
صافي حتى كنجيو نقدموه عاد كتزينوه باش ما بغيتو. المهم انا زينته بشويه ديال القرفه اللي عطاتو واحد المنظر وواحد المذاق ولا اروع. صدقوني لا في المذاق ولا في القوام، غزال غزال ما تشبعوش منه. هذا الروز بالحليب كيكون يتباع يعني جاهز او واجد، ولكن لا علاقه مع هذا. يعني واحد الاختلاف كبير في المذاق ولا في القوام. شي حاجه معدله في ديوركم كتكون احسن بألف مره من شي حاجه ديال الزنقه. نتوما كتعرفوا هذه كيكون فيه مواد حافظه وبزاف ديال المواد اللي ما كنعرفوها شي حتى منين. يعني هذا كتعرفوا شنو كتعدلوا، شنو كتاكلوا، شنو كتوكلوا لوليداتكم، وحتى الوليدات كيحماقوا عليه. المهم كنتمنى انه يعجبكم، وكنتمنى الفيديو اليوم الى عجبكم وصلتوا حتى لهنايا ما تنسونيش بديك البصيمه ديالكم. وضروري غادي ندوز باش نوريكم القوام. شوفوا ما شاء الله، قوام يعني كريمي رطاب حلو لذيذ. المهم غزال، وخليني نوصف لكم، خصكم تجربوه وتذوقوه وعاد تردوا عليا. المهم دائما كنشكركم على حسن المشاهده وعلى التعليقات المزيونه اللي كتخليوها لي وكتشجعوني بزاف. ونتلاقاو فيديو اخر مع وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.